في 10 يناير سنة 2010 كان في بعثة آثار مصرية بينقبوا جنب أبو الهول، وبالتحديد على بعد كيلو واحد من جنوب أبو الهول. فجأة يكتشفوا اكتشاف غريب، مجموعة من المقابر. هتقول لي طب إيه الغريب؟ دي منطقة أهرام وأكيد فيها آثار. الغريب إن المقابر دي ما كانتش مقابر ولا ملوك ولا وزراء ولا كهنة، كانت مقابر لناس عادية خالص زينا كده. واللي عرفناه بعد كده إن المقابر دي كانت بتخص العمال القائمين على بناء هرم خوف. المقابر دي كانت متقسمة لقسمين، الجبانة السفلى ودي تم دفن العمال فيها، والجبانة العليا وتم دفن المهندسين والمشرفين على بناء الهرم فيها. ده بجانب طبعا انهم اكتشفوا المدينه اللي كان العمال دول عايشين فيها اثناء بناء الهرم، مدينه متكامله فيها اماكن للنوم والراحه والترفيه، حاجه اخر جمال، ديزني لاند فرع نزله السمان. الحقيقه الاكتشاف ده كان مهم جدا للرد على كل الناس اللي كانوا بيقولوا ان بناة الاهرامات كانوا عبيد بالسخر. بس هل الكلام ده كان معناه ان ما كانش فيه اي عبيد في مصر؟ وهل اجدادنا كانوا مؤمنين بحقوق الانسان والمساواه والاشتراكيه؟ في الحقيقه لا، اجدادنا كانوا زيهم زي اغلب الحضارات القديمه وقتها، عندهم عبيد وخدم وجواري وغنايم ورقص وسكر وعربده وخربنها. وهنا ياتي السؤال الاهم والصحيح واللي كان المفروض تساله من اول الحلقه اساسا يا بيه، هل اجدادنا كانوا مستعمرين؟ هل اقتصادهم كان معتمد على الحروب والسبي والغنايم والاستعمار؟ هنا بقى تقوم تقف وتطلع على السلم وتقول بعلو صوتك لا، اجدادنا كانوا اول حضاره في التاريخ، اول جيش نظامي في التاريخ. يعني في عز ما كانوا البشر ساعتها لابسين جلد خرفان وتماسيح وعايشين في كهوف وخيام وبيجروا ورا غنم في الصحراء، كنا احنا قاعدين في قصور واهرامات وبيوت حجريه وبنلبس حرير وده. يعني احنا لو كنا حابين ننزل نخرتق الكوكب حته حته وناخده حق انتفاع 7000 سنه كنا عملنا كده، لاننا ما كناش هنلاقي حد نحاربه اصلا. ولكن المصريين كانوا بيختاروا انهم يقعدوا ويحموا حدودهم فقط لا غير. والمكان اللي بيجي لنا منه شويه صداع زي الكوشيين او عرب الجزيره كنا بنروح واخدين حمله عسكريه خفيفه كده ونطلع عليه يا دوبك ده عشان نفكرهم بس يعني ايه فراعنه، وبناخد بعضنا اخر اليوم ونرجع لاهراماتنا وقعدتنا ودماغنا. المصريين وقتها ما كانش عندهم اي ميول استعماريه او توسعيه على الاطلاق. الله، امال العبيد اللي كانوا عندنا دول كانوا مين وبيعملوا ايه؟ شوكولاته بقى عشان الرجوع بالزمن بيجوع وارجع لك تاني. الاستعباد في مصر القديمه كانوا 3 انواع. النوع الاول هو الاسير، دول اسرى الحروب المدنيين من الحضارات المجاوره، دول كان بيتم تسليمهم مباشره للفرعون او الاداره العسكريه للدوله، والفرعون بقى كان بيروح يوزعهم على الاماكن اللي محتاج، شويه للمعابد، شويه لمستعمرات العمل، شويه يديهم مكافاه للجنود. يعني تخيل رئيسك حب يكافئك في الشغل فاداك زميلك اللي جنبك كعبد هديه، هو كده كده غالبا زميلك مش هيتضايق، سواء كده او كده هو شغال عبد. انا لو منك اقدم استقاله، البلد كلها بقت فاوندر اوف او كو فاوندر اوف. بتلاقي صاحبك اللي كان قاعد معاك على القهوه امبارح فتح عربيه بليل على اول الشارع، اول ما تشوف عربيه البليله اجري وافتح البروفايل بتاعه هتلاقيه كاتب فاوندر اوف عربيه البليله اللي على اول الشارع بتاعه. في الحاله ديت عشان صاحبك عداها له. النوع الثاني كان العمال المستعبده، ودول الناس اللي ما يقدروش يسددوا ديونهم، وطبقا للقوانين المصريه كان في حلين، يا اما تتحبس يا اما تبيع نفسك عبد للشخص اللي انت مديونه. وخلي بالك مش انت لوحدك اللي هتبقى عبد، ده انت واسرتك كلها، مراتك بعيالك بكل. فبالهداوه كده تروح تبص على ايد صاحبك اللي ليه عندك 340 جنيه وتعمل له كوبايه شاي وتدي له احلى سجار حبيبي يا عم ناد وشوكولاته عشان ما بدخنش. النوع الثالث بقى كان المسخرون او العمال اللي شغالين بالسخره، ودول كانوا مصريين عادي ولكن كان بيتم تسخيرهم في العمل في احدى مؤسسات الدوله، ودول الحكومه كانت بتضحي وبتروق عليهم، كانت بتفرزهم وتوزعهم على اماكن الشغل المناسبه لقدراتهم العقليه والجسديه. يعني لو انت شرس مثلا تروح الجيش تبقى جندي مقاتل، لو واد بادي بيلدينج في نفسك تروح تشتغل مع عمال المناجم وبناة الاهرامات. والناس دي كانت بتقبض على شغلهم عادي جدا زيك كده لما بتروح اخر الشهر تقبض، بس المميز ان ما كانش ليهم ولا مالك ولا سيد زي العبيد التانيين. وعلى عكس كل الحضارات القديمه كانت الحضاره المصريه وقتها هي الوحيده اللي بتدي حقوق للعبيد. ما هو مش معنى ان عندك خادم او عبد ان انت تروح تطفي تحت بطيطه سجاير او تحط على صدره حجر وترميه على رمله سخن. كان مسموح وقتها للساده او ملاك العبيد انهم يشغلوا العبيد دول في الاشغال المناسبه ليهم فقط. يعني الستات بيشتغلوا بشكل اساسي في الاعمال المنزليه زي الطبخ والكنس وخلافه، والرجاله كانوا بيشتغلوا في الزراعه او الصناعه او اي شغلانه محتاجه قوه بدنيه. وكان وقتها محبب جدا وتكسب بونت كبير لو علمت العبد بتاعك حرفه واشتغل بيها. وكان محظور عليهم انهم يشغلوا الاطفال في الاعمال البدنيه القاسيه، ولو اتقبض عليك بتكسر القواعد دي وقتها كان بيتحكم عليك انك ما تتملكش اي عبيد بعد كده وتهل بيرسل في يا سادي يا معفن. في الواقع اجدادنا كانوا عنصريين تجاه العرق بتاعنا، حاجه هتلر كده على قديمه، بل كمان كانوا بيعتبروا اي جنس او عرق تاني هو عرق نجس، ووجودهم في اي مكان بيدنسوا، وغير مسموح ان هو يدفن وسطهم او اسمه يخلد، او اهم حاجه اللي جايه دي بقى انهم يشتغلوا في المشاريع القوميه المصريه زي بناء الهرم. بالتالي ده كله كاف انه يفهمك ان اي ادعاء من الافروسنتريك او اليهود انهم من اللي بنوا الاهرامات كذب وهزايا من ناس ما تعرفش بنص جنيه تاريخ عن مصر. ولو خدناهم على قد عقلهم وقلنا ان كان
في وسط المصريين اللي بيبنوا الهرم افارقه ويهود، فده مش معناه انهم صحاب الهرم او اصحاب الحضاره، ده معناه انهم كانوا صنايعيه، والا كان زمان الصنايعي بيطالبك بحقه في الشقه اللي شطبها لك، وراح خد له اوضه وريح فيها هو وترمس الشاي المحبب الى قلب. من الاخر كده سلام عليكم يا مدعين الثقافه. ومش هحضر الحفله بتاعتك يا كيفن يا هارت.